السلام عليكم. الليلة حنخبز مع بعض، حعمل معاكم أشكال الخبايز زي ما نحن بنسميها في السودان، أو هي البيتي فور، لكن الأهم من كده حنعمل مع بعض كريمة تزيين ودي كلكم بتسألوا منها. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة حنبدأ بمقادير البيتي فور، محتاجين لتلات أرباع كوب سكر بودرة، ولما نقول سكر بودرة معناتها فعلا سكر بودرة، سكر مسحون، يعني ما سكر عادي. ما بينفع في الوصفة دي نستخدم السكر العادي. وكمان محتاجين لكوب من السمنة. الناس اللي معاي هنا في ألمانيا ودايما في الفيديوهات بيسألوني من نوع السمنة اللي بستعملها، هو شايفينه قدامكم. أقرب نوع سمنة للسمنة البلدية، أنا بجيبه من محل دي أم. السمنة في الوصفة دي لازم تكون جامدة، بمعنى إنه لو السمنة عندكم كانت شوية سايحة أو الجو عندكم سخن، لازم تدخلوها التلاجة فترة كافية وتكون بالقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم. ودي حاجة مهمة جدا في الوصفة، لأنه لو السمنة ما كانت بالقوام المطلوب شكل العجينة في النهاية حيكون مختلف تماما، وتشكيله حيكون شوية فيه مشكلة. عشان كده نلتزم بأنه السمنة تكون جامدة. وحنبتدي بمضرب كهربائي نضرب السمنة والسكر مع بعض لغاية ما نحصل على خليط كريمي يكون لونه فاتح جدا. وهنا إذا السمنة ما كانت متماسكة بشكل كافي، تأكدوا تماما ما حتحصلوا على القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه قدامكم. انا بفضل انه اضيف الفانيليا واضيف معاها رشة الملح قبل ما نضيف البيض عشان ياخدوا فترة كافية من الخفق. بعد كده حنضيف البيض واحدة ورا التانية، بمعنى نضيف بيضة، نخفق لغاية ما تختفي تماما من الخليط، حتى نضيف البيضة اللي بعدها لغاية ما نخلص الثلاثة بيضات. ودي الطريقة الصحيحة لإضافة بيض في خليط يكون فيه زبدة. يعني نحن لازم نلتزم بالخطوات عشان النتيجة تكون ممتازة وناجحة. والحاجة المهمة اللي لازم أنبهكم ليها إنه البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو كان موجود في التلاجة لازم تطلعوه قبلها بفترة كافية بحيث إنه يدفى شوية، حتى بعد كده نضيفه للخليط. غير كده حيعمل حركة ما ظريفة، هتتفصل الزبدة من السوائل وحيكون العجين شكله كده غريب شوية وما ناعم. وبعد ما حصلنا على الخليط الناعم الكريمي ومتماسك، حنبتدي نضيف المواد الجافة ونبدأ بالكورن فلاور أو النشا. محتاجين هنا كوباية ونص، حنخلطهم أو نقلبهم شوية مع الخليط لغاية ما يختفوا تماما، حتى بعد كده نضيف الباكنج باودر ونضيف الدقيق. الدقيق في كل وصفة بتاعت بيتي فور بيقول لك حسب العجنة. أنا معاي أخد حوالي كوبايتين، لكن بنصحكم تضيفوا شوية شوية. ضيفوا الكوباية الأولى، أعجنوا شوية، حتى بعد كده ضيفوا شوية شوية لغاية ما تصلوا للقوام اللي هو بيكون متماسك، يفك من المعون ويفك من اليد. وزي ما دايما بقول لكم طريقة العجن تكون عبارة عن لم للعجين وليس عجن، يعني احنا ما بنعجن بشكل جادي، لكن احنا بنلم العجين على بعضه. والحاجة دي مهمة جدا عشان نحصل على بيتي فور يكون هش، لأنه كل ما عجنا كل ما طلعنا المادة الجلوتينية اللي فيه وبيطلع لنا ناشف وقاسي شوية في النهاية. كده العجينة بتاعتنا خلاص جاهزة، حنلفها بكيس بلاستيك وعلى التلاجة نص ساعة ل45 دقيقة، حتى بعد كده حنبتدي نشتغل فيها. وطول ما نحن شغالين فيها نغطي الكمية اللي احنا ما شغالين عليها بكيس بلاستيك عشان تحافظ على طراوتها وتكون سهلة جدا في التشكيل. ونبتدي نفرد العجين زي ما انتوا شايفين، بين الشعبة، بكوباية، باليد، زي ما انتوا حابين لغاية ما تصلوا للسمك المناسب. بعد كده تبتدوا بالقطاعات تقطعوا الأشكال اللي انتوا حابينها. دايما اعملوا فكرة في راسكم كده لشكل التزيين بعدين هيكون كيف، وعلى ضوء كده اختاروا الأشكال. وده السمك المناسب لكل قطعة، لأنه نحن ما عندنا مادة رافعة، فبالتالي هي حتحافظ على نفس شكلها ونفس حجمها ونفس الارتفاع أو السمك اللي احنا فردناها عليه. ولازم تنتبهوا إنه في كل مرة نقطع من العجين الباقي نلمه على بعض، ما نعجنه مرة تانية. الحاجة دي كل مرة احنا حننبه لها، لكن هي بجد مهمة. كملنا قطع الأشكال ورصيناها كلها في الصينية زي ما انتوا شايفين، ما محتاجين نخلي فراغات كبيرة بين كل قطعة والتانية، لأنه زي ما قلنا بيكون محافظ على نفس الحجم ونفس الشكل. دخلت الصينية الأولى الفرن وابتديت أشتغل على التانية، عملت في راسي فكرة تانية للتزيين وعملت شكل مختلف. بالنسبة للفرن نسخنه مسبقا في درجة حرارة 180 درجة، بتاخد ما أكتر من 15 دقيقة. وبالنسبة لدرجة التحمير زي ما انتوا شايفين نحن ما محتاجين نخليها تقعد فترة طويلة، وما محتاجين لونه يكون غامق،
نفس اللون اللي انتوا شايفينه ده كده كافي جدا. وخلوا بالكم انه البيتيفور كل ما قعد فترة اطول في الفرن كل ما اصبح لنا قاسي. لازم نلتزم بالفترة المحددة وكمان درجة الحرارة. حنخلي البيتيفور يبرد تماما، وفي الفترة دي حنحضر كريمة التزيين. لتحضير الكريمة نحن محتاجين لحمام مائي، بمعنى نجيب حلة ناخد فيها موية نخليها تغلي، وفوق عليها حنجيب أي وعاء بيستحمل الحرارة وحنضع فوق الحلة اللي هي فيها موية بتغلي. حنضيف بياض البيضتين ونبتدي نخفق بالمضرب الكهرباء، ولازم نكون حريصين إنه بياض البيض يكون ما فيه أي اختلاط بصفار. حنضربه أول حاجة لوحده لغاية ما يعمل رغوة، بعد كده حنضيف الليمون وحنضيف الملح ونبتدي نخفق، وده كله في الحمام المائي. وشوية شوية بعد كده نضيف السكر البودرة ونضيفه على مراحل، يعني ما حنضيف السكر كله مرة واحدة. حنستمر في الخفق لغاية ما الكريمة قوامها يتقل ويكون قابل للتشكيل. قد نحتاج وقت للموضوع ده، فانتوا لازم تطولوا بالكم لغاية ما تتماسك عندنا وشكلها يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه، اللي هو احنا زي ما بنسميه منقار العصفور. كده نحن ممكن نوقف الخفق ونرفعها من الحمام المائي وتكون هي كده جاهزة للتشكيل. زي ما واضح عندكم في الصورة، شايفين الجوانب كيف هي ناشفة. الكريمة دي ده عبارة عن مارينج، يعني هي بتنشف بسرعة جدا. يبقى نحن لازم طوال ما نحن شغالين عليها نكون مغطينها بكيس بلاستيك عشان ما تنشف، ونكون حركتنا سريعة، لأنه لو خليناها كاشفة فترة طويلة أو اشتغلنا بها على زمن طويل حنلقاها نشفت وما حنقدر نحن نزين بيها. قسمت الكمية على أجزاء صغيرة ولونت كل جزء منهم بلون، وابتديت بقمع التزيين أحاول أعمل الأشكال اللي أنا حابة أعملها على القطع بتاعة البيتيفور. طبعا أنا بديكم أفكار فقط، لكن في النهاية القرار ليكم في شكل التزيين. أنا متأكدة حتطلعوا أفكار جميلة جدا جدا. حتى قمع التزيين اللي أنا استخدمته ممكن عندكم خيارات كتيرة جدا إنه تغيروه بأشكال تانية أو بأحجام مختلفة زي ما انتوا حابين. بس بنصحكم إنكم تكونوا مرتبين أفكاركم، منظمين روحكم على الأشكال أو الأفكار اللي عاوزين تزينوا بيها، لأنه الكريمة بتستحمل، يعني ممكن تنشف منكم بسرعة وتكون لسه انتوا ما عملتوا كل الكمية. باقي اللونين خلطتهم مع بعض، أضفت لهم شوية زيت وشوية حليب، ما في مقدار معين، بس لغاية ما القوام يبقى لي شوية خفة كده. بقت عندي أحلى طلية للخبيز عشان ما أغطس فيها البيتيفور وأشكله زي ما أنا حابة، أخد فيه أشكال أخليه كده زي ما هو. ممكن بعد ما ينشف أجي ألمعه بملمع، أنا ما كان عندي ملمع غذائي، لكن حتطلع لكم طلية جميلة جدا جدا. نفس الكريمة ضفت ليها كاكاو وشوية حليب كمان وخلطتها لغاية ما بقت لي سايلة شوية، عشان كمان أغطس عليها حبات البيتي فور وأعمل شكل مختلف. انتم ملاحظين معاي كمية الأفكار اللي احنا طلعناها من نفس الكريمة ومن نفس المقدار؟ ما في أجمل من كده صراحة. بالنسبة لي أهم شكل في الخبايز يكون واحد مزين بمربى وجوز هند. أنا بعشق التوليفة دي جدا. نوع المربى اللي حنستخدمها مفروض تكون مربى من غير قطع، تكون زي الجيليه كده، أو لو ما لقيتوا نوع زي ده ممكن تخلطوا المربى أو تزيدوا لها حبة موية وتخلطوها، بس المهم ما يكون فيها أي تكتلات. حنغطس حبات البيتي فور في المربى وبعد كده في جوز الهند، والطعم خرافي. أنا كده معركتي انتهت، خلصت كل الأشكال اللي كنت أنا حابة أعملها. رصيت الخبيز في صواني وخليته في مكان بعيد شوية عشان ينشف. طبعا انتوا عارفين الكريمة دي محتاجة إنها تاخد وقتها عشان تنشف، يعني هي في أغلب الأحوال بتاخد زي ساعتين 3 ما أكتر من كده، إلا إذا كان الجو عندكم رطب جدا أو بارد ممكن شوية تاخد وقت أطول. انتوا بس حاولوا خطوها في مكان جاف، خلوها في مكان ما يكون فيه رطوبة عالية بحيث إنها تنشف بشكل مظبوط يعني. وما تحاولوا تحطوها في أي كونتينر تحطوا الخبايز أو تحفظوها في مكان مقفول إلا لما تتأكدوا تماما إنها نشفت. شايفين أنا بخبط عليها كيف هي خلاص نشفت. قبل ما تصل المرحلة دي ما تحاولوا أصلا تحطوهم فوق بعضهم، لأنه كل التعب اللي تعبناه ده هيضيع. أتمنى أكون غطيت كل النقاط المفروض أنا أغطيها وأقولها، وبعد الفيديو ده كل واحدة تقوم على خبيزة وتعمل أحلى أشكال للخبايز. الخبايز ما صعبة، لكن عاوزة شوية طولة بال وعاوزة صبر.
يمكن العجنة في حد ذاتها هي ما فيها مشكلة، لكن دايما التزيين هو اللي بيمسك اليد شوية وممكن ياخد وقت. لكن دايما أنا بقول إنه لما يكون في شغف، لما يكون في حب، ما في حاجة بتبقى صعبة. جربوا الوصفة واكتبوا لي في الكومنتس لو جربتوها وعجبتكم ونجحت ولا لا. أنا جاهزة لأي أسئلة ممكن تسألوها، وكمان لو عندكم أي إضافات، عندكم أي أفكار، اكتبوها لي في الكومنتس، هتقبلها بصدر رحب. يمكن كمان أعمل لكم في فيديو جاي. أنا شاكرة جدا حسن متابعتكم، خليتكم في أمان الله.